النهاردة هكلمكم على مجموعة مهمة جدا وجميلة جدا والمفروض كنا نتكلم عنها قبل كده. هي مجموعة المنصور قلاوون. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. طبعا احنا عارفين ان يعني المجموعة دي مشهورة جدا في شارع المعز، واكيد يعني اغلبنا عارفها. لكن انا جاي النهاردة يعني نتكلم عنها شوية ونعرف شوية معلومات. طبعا هي موجودة فين؟ موجودة في شارع المعز، في شارع اسمه النحاسين سابقا. تمام. والمجموعة دي تعتبر مجموعة مميزة لأنها شاملة حاجات كتير جدا. طيب مين هو أول حاجة المنصور قلاوون؟ هو اسمه سيف الدين المنصور قلاوون الألفي العلائي الصالحي النجمي. طب ايه معنى التفسير ده؟ طبعا هو آه الألف عشان تم شراؤه ب1000 دينار، دي رقم واحد تفسير. طب اتنين، العلائي لأنه كان تبع واحد اسمه علاء الدين سنكر. تمام. طيب بعد كده الصالح النجمي لانه اصبح مملوك بعد كده للصالح نجم الدين ايوب، لان نجم الدين ايوب هو اللي جاب الايه المماليك، رباهم طبعا عنده، علمهم العلوم العسكريه، علوم بعض العلوم الدينيه الى اخره، بقوا اقوياء الى اخره، ترقوا في المناصب وصلوا للايه للحكم بعد كده. وده منهم هو المنصور المنصور قلاوون. طيب تعتبر أسرة المنصور قلاوون أسرة يعني محبوبة للمصريين. ومش بس كده، دي حكمت مدة كبيرة جدا، يعني ما يقارب حوالي من 95 سنة أو 100 سنة فضلوا يحكموا. ودي حاجة طبعا مميزة جدا. دي حاجة. المنصور قلاوون نفسه حكم 11 سنة. تمام. وليه دور كبير قوي في التصدي لخطر المغول. فطبعا ده شيء كبير. وليه حاجة تانية بقى هي اللي بتميزه دايما، اللي هي المجموعة المعمارية. ان هو عمل لنا كومباوند كامل يحط لنا فيه منشآت كتير جدا، ما يسمى تحت مسمى ايه؟ حاجة اسمها منشأة التجمعات المعمارية. اللي هو ازاي يجمع كل ده؟ طب حط لنا ايه يعني عمل ايه؟ عمل مدرسة، وعمل القبة بتاعته اللي هي في الحتة دي وان شاء الله هنشوفها، والبيمارستان. تمام. واحنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، كان في مدرسة السلطان حسن وفي كذا حاجة، بس طبعا هنتكلم معلومات إضافية في بعض الحاجات. وحوض للدواب. تمام. في الحتة دي، واللي اتحول لسبيل، واقول لكم قصته اللي اتحول لسبيل. يعني الحوض ده اللي انتم شايفينه كان حوض للدواب، بعد كده اتحول ايه لسبيل، واقول لكم القصة بتاعته. تمام. انا هنا طبعا على الواجهة من بره. هنبتدي بقى نخش الممر، وركزوا معايا في الممر ده بالذات لان انا هتكلم عنه في بعض الكلام. تمام. طيب هنا طبعا انا داخل الممر، هنا بقى مقسم لك المجموعة بتاعته. قسم لك الايه المجموعه بتاعته. حط لك هنا اللي على اليمين اللي هي القبه، يعني هنا القبه بتاعته وهنتكلم عنها طبعا. قدامك خالص في وشك البيمارستان. تمام. وعلى شمالك المدرسه. طيب ده قلنا، كنت اتكلمت قبل كده في مجموعه او اسف في قبه الصالح نجم الدين ايوب اللي هي في وشه دي على طول. وكان قبة الصالح نجم الدين أيوب أما جه وعمل المدارس الصالحية، واتكلمت في الحتة دي. عمل ما يسمى حاجة اسمها مراعاة حق فقه الطريق، اللي هو ازاي بيدي للطريق حق. المنصور قلاوون طبق الكلام ده، عشان قلت قبل كده ان المنصور قلاوون يعتبر ان الأب الروحي بتاعه الصالح نجم الدين أيوب. فطبق الكلام ده في الايه في المجموعة المعمارية بتاعته، وعمل ما يسمى مراعاة حق فقه الطريق. اللي هو ايه؟ اللي هو يعتبر الممر الطويل او الطريق الطويل ده اللي انتوا شايفينه. ما عملش منشأة مثلا ما دمجش في بعض، يعني كان سهل مثلا اللي هو يعمل المبنى يلزق ده في ده او يدمج مع بعض. لا، هو افترق، يعني عمل ان خلى لك جزء في ناحية وجزء تاني في ناحية وجزء قدام. فبالتالي هو وسع لك، فعمل حاجة اسمها مراعاة حق ايه؟ حق فقه الايه الطريق. تمام. طيب تعالوا نكمل واقول لكم قصة البناء اتبنى ازاي واتبنت في قد ايه، لان ده مهم جدا، وده برضو اللي بيميز المنصور قلاوون وبيميزه في حاجات كتير قوي. احنا طبعا هنا داخلين ناحية القبة بتاعته. تمام. عايز اقول لكم حاجة بقى مهمة. طيب ازاي بنى المنشأة بتاعته؟ اول حاجة، ان المكان ده اصلا في الاصل بقى، قبل ما نخش في أي تفاصيل أثرية، إن المكان ده كان القصر الغربي الصغير في أيام العصر الفاطمي. قلت لكم قبل كده الحتة بتاعت بين القصرين، واتكلمت لكم قبل كده على بين القصرين. ده منهم القصر الغربي الصغير اللي بناه العزيز بالله. تمام. وكان بعد كده طبعا لما جت الدولة الأيوبية اتحول المكان. بعد كده خدوا الأمير اسمه الأمير فخر الدين طبعا، وخدوا قعد فيه. بعد كده قعد فيه واحد اسمه الأمير عز الدين موسى.
اللي هو الخاصة منه اللي هو فيه الموسكي، كان هو ده بقى قاعد في المكان ده برضو اسمه عز الدين موسك. بعد كده خدوا بعد كده الملك المفضل قطب ابن المفضل قطب الدين احمد. تمام، المفضل قطب الدين احمد ابن العادل، وقعد فيه لدرجة ان المكان اتسمى باسم دار الايه القطبية. وفضل المكان ده لحد كده، لحد لما جه المنصور قلاوون قال لك لا انا المكان ده عاجبني، ده كان هو دار يعتبر اسمه دار القطبية. تمام، فقال لك لا المكان ده على الشارع ومهم جدا، اشمعنى الصالح نجم الدين عمل مكانه، انا عايز ابني كمان على الشارع، سوق رايح جاي، هيبقى فيه اهتمام، هيبقى فيه اقبال الى اخره. فاشترى وخد المكان تمام من الاحفاد بعد كده اللي كانوا موجودين، وعوضهم بعد كده بمكان تاني خالص. تمام، فهنا ده كان اصل المكان. طب فضل المكان ده بناء قد ايه؟ يعني احنا طبعا لو مثلا لو بصينا على البناء ويعني عظمة البناء، هنلاقي مثلا المكان ده أكيد واحد يقولك ده خد وقت كبير جدا، يعني أكيد خد مثلا وقت كبير جدا لدرجة إن ممكن يكون مثلا خد 3 سنين، خد مثلا، لا أقولك لا، ببساطة شديدة خالص إن المكان ده أصلا خد حوالي 11 شهر وعدة أيام. وإن كان المهندس الإنشاءات أو المشرف عليه واحد اسمه علم الدين سنجر الشجاعي. وده كان على فكرة وزير للدولة المصرية في أيام منصور قلاوون، يعني كان وزير للدولة المصرية اسمه علم الدين سنجر الشجاعي. وكان معروف عنه اللي هو كان الطابع بتاعه راجل حد قوي شديد قوي إلى آخره، فكان طبعه ناشف قوي لدرجة إن هو بقى عشان يبني المنشأة دي عمل إيه علم الدين سنجر الشجاعي ده؟ جاب لك 300 أسير، تمام، حطوهم يبنوا. ده غير اللي هو جمع المهرة والصناع اللي ما يعني اللي عندهم مهارة كبيرة، وخلاهم يبنوا في المكان ده، وقال لهم ما تبنوش يعني، أو بمعنى أصح محدش يحط إيده في أي مكان تاني، خليكوا في المجموعة. لدرجة إن المقريزي بيقول يعني برضو بيقول لك إن اللي كان أي حد بيعدي في السوق هنا أو في المعز كان لازم غصب عنه لازم يروح يبني معاهم، او على الاقل يساعد في ويساهم في البناء، لدرجه يقول لك ان الناس بعد كده تجنبت اللي هي تمشي من المكان ده عشان ما تعملش الكلام ده. فتخيلوا ان كل هذه المنشآت اللي انتوا شايفيها قعدت حوالي 11 شهر وعدة ايام. في 11 شهر ده مدة قليلة جدا وفي زمن قياسي جدا. تمام، فده يعتبر شيء مميز جدا كمان بيميز بين منصور قلاوون. طيب احنا دلوقتي فين؟ احنا في القبة بتاعته. طبعا احنا اتكلمنا بقى على القبة، واتكلمنا بقى على فكرة الشكل طبعا المقرنصات او الشكل المثمن، ويطلع لك بالقبة فوق والشبابيك والثمان شبابيك اللي موجودة، والقبة رمزية للسماء. يعني اتكلمت ده عنها في قبة الصلح وشرحتها باستفاضة، بس اديكم برضو اضافة ان هو هنا طبعا اما جه طبعا بنى القبة طبعا بالبناء بتاعها. هقول لكم ملحوظة مهمة، هو اما جه يبني طبعا هو استعان بايه في البناء؟ يعني هو جاب الحاجات، اغلب الحاجات من قلعة الروضة. قلعة الروضة دي كانت للصالح نجم الدين ايوب، وبعد وفاته هو لما المعز ايبك مسك بيقول لك في بعض الاقوال هو هجرها، يعني ما كانش فيها حد. فبعد كده لاحظ ان منصور قلاوون لا، قال لك انا استغل الاعمده بتاعت القلعه وجابها واستغلها في بناء المجموعه بتاعته. تمام، هنلاقي ان الراجل هنا بقى عمل في القبه ايه بقى؟ 4 اعمده واربع اعمده. تمام، من الجرانيت اهي، شايفين الضخامة اهو. تمام، ادي عمودين اهو في وشه، وعمودين من الناحية التانية اللي ورا. تمام، الشكل بتاع هنا واخد الشكل المربع. تمام، بعد كده طلع بشكل مسمن فوق، يعني شكل مسمن فوق كده اهو. واول ما يطلع بالحتة دي الكيرف ده خلاص يطلع بالقبة بشكل كبير جدا. تمام، فدي ببساطة خالص، والشبابيك الايه اللي فيها. وطبعا احنا قلنا ان ان القبة رمز للسماء، وان القبة تعني احتواء، يعني بتدل على الاحتواء، احتواء الشيء اللي فيها. طيب هو مين اللي مدفون هنا؟ وطبعا قلنا وهنقول تاني وهنقول كتير ان مفيش حد مدفون في التركيبة، لا هو بيبقى في غرف تحت الارض بيبقى ايه، بيبقى مدفون فيها. لكن ببساطة هو مين اللي مدفون هنا؟ طبعا 3: منصور قلاوون وابنه الناصر محمد وحافده، وحفيد المنصور قلاوون، يعني منصور والناصر محمد وحفيد مدفونين في المكان ده. طيب المقصورة اللي محطوطة حوالين المكان ده عشان تحافظ على المكان أكتر دي من عمل الناصر محمد، يعني أول تجديدات حصلت بعد كده. الناصر محمد ابن قلاوون جدد في المكان هنا، ومنهم جدد المأذنة أو جزء من المأذنة العلوي. ليه؟ لأن حصل زلزال فوقع جزء من المأذنة، فقرر هو يجددها مرة تانية، فكان ليه دور في تجديد المكان بشكل كبير جدا.
تمام. دي حاجة. فهنلاقي ان في تجديدات، هنلاقي بصوا يعني لو قربنا كده اهو بصوا هتلاقوا اسم الايه، الناصر محمد بن قلاوون او اللقب بتاعه موجود اهو في الحتة دي. تمام. بعد كده يقطع. تمام. لجنة حفظ الآثار العربية كذا وكذا، يقول لك ايه بقى، في عهد مين بقى لجنة حفظ الآثار العربية إلى آخره. في عهد مين أهو، الخديوي مين أو اللي موجود مين أهو، العباس حلمي التاني. يعني اخر التجديدات اللي اتعملت بعد كده في المكان او اتطورت في المكان هنا مين، عباس حلمي التاني. تبع كل ده كانت يعني في لجنة حفظ الآثار العربية عباس حلمي التاني بشكل بسيط. تمام. دي حاجة. طيب هنلاقي إن السقف معمول بحاجة جميلة جدا. طبعا على فكرة القبة دي تعتبر تاني أجمل قبة في العالم، يعني من القباب الجميلة جدا. السقف بتاعه تعتبر طبعا السقف معمول من حاجة اسمها القصع الخشبية، زي حفر كده أو دواير. تمام. محفورة زي ما انتم شايفينها، واخدة شكل مذهب، يعني فيها بعض الزخرفة والذهب اللي موجود حواليها. وطبعا عايز أقول لكم إن طبعا ما بيعملش طبقة واحدة في السقف. يعني هقولها لكم، قلتها لكم مرة تانية قبل كده، قلتها لكم في الظاهر برقوة، واقولها لكم تاني، ان لما بيجي يبني ما يبنيش على طول، ما يحطش ده فيبني عليه، لا، ده لازم يعمل ايه، لازم يعمل طبقتين، طبقة بيبقى عازلة او بتستحمل اي حاجة، مطر، هواء، رياح و الى اخره، وبعد كده يعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. تمام. طيب المحراب، طبعا اتكلمت على رمزية المحراب، لكن المحراب هنا طبعا بتاع يعتبر منصور قلاوون من اجمل واقوى المحاريب اللي موجودة. تمام. واكبر المحاريب، ومزخرف زخرفه حلوه جدا من الفسيفساء والصدف. تمام. وطبعا الرخام الى اخره. وطاقية، بصوا طاقية المحراب عامله ازاي، يعني طاقية المحراب تعتبر حاجه في قمه الجمال والروعه. تمام. وزي ما وعايز اقول لكم وعايز اقول لكم حاجه، ان كان يعتبر من اجمل المحاريب، وانا قلت لكم قبل كده، كانت محاريب قبه قبه الصالح نجم الدين ايوب. فهو المنصور قلاوون طبعا طاقية المحراب في ايه مبقتش موجودة. فالمنصور قلاوون عشان يعتبر أب روحي ليه مين، الصالح نجم الدين، فقال لك لا انا هعمل محراب احسن من ده 100 مره، وانا بقى مش هقلد الصالح، بس انا اعمل حاجه احسن منه، فعمل لك اجمل المحاريب. فلحد دلوقتي احنا ايه، بنعترف بجمال الايه، المحراب وجماله. تمام. طيب احنا طبعا اتكلمنا ان القبة طبعا عشان بيبقى فيها دايما ذكر للشخص اللي موجود والسيرة بتاعته. كان بيبقى فيه قراء موجودين، وانا اتكلمت لكم عنها بس كانت حتة كده عابرة. بس عايز اقول لكم ان كان في حاجة اسمها وظيفة موجودة هنا، كان بيتم حاجة اسمها قراء الشباك. قراء الشباك كان اغلبهم يعني بيبقى عددهم، اغلبهم ممكن يكون عددهم بيزيد، يعني كان بيبقى حوالي 18 قارئ، بيتقسموا 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 3. تمام. وكانوا يقعدوا في المكان هنا في القبة يقرأوا حزب من الايه، من القرآن، مش كل واحد، يعني 3 مثلا يقرأوا حزب من القرآن اللي هو حوالي 10 صفحات. تمام. وكان بيقرأوا في أوقات اللي هي الفروض، بعد الفروض يعني بعد صلاة الظهر أو إلى آخره، كانوا يقعدوا مجموعة بقى متتالية، وطبعا ليهم الرواتب بتاعتهم إلى آخره. ويفضلوا يقعدوا إيه، يقرأوا في إيه، يقرأوا في الحزب ده. وبعد ما بيخلصوا خالص بيدعوا بقى للشخص وذريته والى اخره. فكان لازم يبقى موجود ايه، قراء الشباك، ولازم يبقى دايما القرآن متواجد في القبة للايه، علشان خاطر ان المكان ده يعتبر مكان ايه مهم جدا، وان المنصور او السلطان هنا طبعا لازم تبقى السيرة يعني موجودة ليه كل شوية. طيب ايه اللي حصل في القبة دي، عايز احكي لكم بقى طرفة حلوة. بس قبل ما احكي لكم عايز اوريكم حاجة مهمة برضو تميز بيها المنصور قلاوون. ودي اول حاجة كانت موجودة ليه، وبعد كده ما بقتش موجودة، او اسف، بقت موجودة بعد كده في اماكن تانية كتير. تمام. طبعا قبل ما اقول لكم دي ايه، دي طبعا الاماكن زي الدواليب او الظرف دي اللي بتبقى موجودة، دي بيبقى فيها النسخ بتاعت الايه، المصحف، سواء بقى نسخ مصحف موجودة أو مصحف كامل، وهكذا كانت بتبقى محفوظة في المكان ده. طبعا فلو قلنا قبة الصالح كانت الحاجات الخاصة بالسلطان. تمام. لكن هنا كانت حاجات خاصة بإيه، النسخة بتاعت المصحف. طيب أكمل لكم عشان أوريكم حاجة مهمة برضو قبل ما أدخل لكم في قصة حلوة جدا خاصة بالقبة. تمام. أهو ده ده اللي اتميز بيه المنصور قلاوون، وأول حاجة اتعملت اللي هو هنا. تمام. اول حاجه اهو هنا برضه، اول حاجه المنصور قلاوون بيتميز بيها او
زي ما تقول كده اللي هو فعلا مختلف عنها، واتكررت بقت موجودة في كذا مكان. حتى وريتها لكم موجودة في مؤيد شيخ، وموجودة في كذا مكان تاني يعني. تمام. اللي هي الخط الكوفي المربع. حتى الخط الكوفي المربع هو شكل هندسي كده، واخد شكل مربع او تربيعات اهو، وعليه اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او متقسم اهو بشكل مربع، يعني شايفين الاسم اهو. تمام. او بالشكل ده واخد شكل مربع، والاسم اهو واخد شكل مربع، يعني كأنه الكلام معمول بشكل مربع كهنا وهنا وهنا. فيعتبر بدايته او بداية ظهوره بالنسبة لخط الكوفي المربع في الحتة دي بالذات، كان في المنصور قلاوون في المجموعة بتاعته. فده كان اللي بيميزه، واللي هو بعد كده اتكرر، او بعد كده بقى في ايه، في كذا مكان تاني بقى، وفي كذا منشأة تانية من الايه، من باقي السلاطين وهكذا. طيب، القبة بقى هقول لكم حصل فيها ايه. ان بعد كده طبعا، يعني طبعا خلاص، يعني الحال ما بيبقاش زي ما هو، يعني الدنيا بتتغير. طبعا دول العمودين التانيين اللي انا قلت لكم عليهم. تمام. وعمل الشكل هو عمل بعد كده الشكل هو اللي هو الحدوة، او بالشكل اللي هو عقد زي ما انتم شايفين، وبنى عليه من فوق. تمام. طيب، القبة حصلت فيها ايه؟ القبة بكل بساطة ان طبعا ما فيش حاجة بتفضل على حالها. بس في القرن أو أوسط القرن ال19 جه عالم ألماني زار، حب يزور طبعا مجموعة قلاوون، لأن مجموعة قلاوون إيه يعني تتكلم عنها، وإن الناس دي مجموعة مهمة، وهو كان منصور قلاوون يعني، والمجموعة كبيرة. طيب، لما زار قال لك أنا كنت عايز أروح أشوف البيمارستان. فلما زرت ما لقيتش البيمارستان، يعني اختفى، كان اندثر خالص. تمام. وأنا هحكي لكم بقى البيمارستان وقصته وحكايته وحصل فيه ايه بعد كده. فلما جه قال لك انا وجدت في تربة المنصور او السلطان بعض الحاجات الغريبة اللي كانت بتحدث في المكان. طب كان بيحصل ايه؟ بيقول لك ان الناس طبعا المرضى بقى، اللي طبعا لان المكان ده كان مكان فيه بيمارستان للشفاء. طبعا اقول لكم يعني ايه بيمارستان، وحكيت لكم واحكي لكم تاني. طيب، هنا حصل ايه؟ ان بيقول لك ان المرضى كانوا بيجوا اصلا ان بعض مخلفات السلطان، او بعض الحاجات الخاصة بالسلطان، كانوا بيجوا عشان يلتمسوا منها الشفاء. يعني مثلا العمامة بتاعت السلطان كانوا بيجوا كده يلمسوها، عشان ايه؟ لو واحد عنده وجع صداع ولا حاجة، اول ما يلمسها يخف. تمام. ده هو ده اللي لاحظه. يقول لك القفطان بتاعه الشيء اللي بيلبسه كان بيجي مثلا يقول لك ده يشفيه مثلا من الاوجاع والحميات وهكذا. فكان في حاجات غريبة بتحصل، لدرجة بيقول لك إن النساء الشابات أو البنات كانوا بيجوا هنا ويقفوا عند الإيه، المحراب هنا، ويفضلوا يدعوا ويدعوا ويدعوا إن ربنا يرزقهم إيه بولد. إحنا عايزة إيه، ربنا يرزقها بولد، واللي عايزة تتجوز وهو إلى آخره. لدرجة بيقول لك إن كانوا بيعملوا إيه وهم واقفين عند المحراب، وهم بيجوا يقفوا كده ويدعوا؟ لا، كانوا بيعملوا حاجة غريبة تانية. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقفوا كانوا بيبقوا طبعا لابسين او حاجة جزء من لبسهم، فيخلعوه ويحطوا ايديهم على وشهم. تمام. ويبداوا يعملوا ايه بقى؟ يبداوا يعملوا اللي هم ينطوا من خطوة لخطوة، يعني مثلا هم واقفين عند المحراب او واقفين، فينطوا خطوة لخطوة خطوة لخطوة وهكذا. فكأنهم يعني ايه، عشان تتحقق المعجزة او بيتم تحقيق المعجزة، اللي هم لازم يعملوا كده. لدرجة بيقول لك اللي هم كانوا بيعملوا كده في عدد لا يحصى، يعني عدد كبير جدا، لدرجة ان هو شاف واحدة اغمى عليها اصلا من كتر ما عملت كده وايه، ومرمية على الارض، وتفوق بقى وقت ما تفوق. فده كان بيحكي اللي حصل كان في القبة. مش بس كده، ده بيقول لك ان كان في حجر اسود، حجر شكل اسود كده موجود ناحية القبة. بيقول لك في الناحية اليمين، يعني في الناحية دي كده، حوالي في الناحية دي. بيقول لك ان الحجر ده كان بالنسبه للناس مثلا اللي بتيجي برضو المرضى، كانه كان حاجه كبيره. يعني بيقول لك ان الست اللي كان معاها ابنها اللي هو لسه صغير اصلا، اللي هو لسه ما يعرفش يتكلم، واللي لسه اصلا ما مشيش يعني، كان تعمل ايه؟ لانها بتشك اللي هو ممكن يكون عنده مشكله، او عنده مرض، او عنده تاخر اللي هو في الكلام. كانت تعمل ايه؟ كانت تجيب ابنها معاه، والحجر محطوط اللي هو موجود هنا، وكان تجيب ليمونة. تمام. وتعصر الليمونة على الحجر. تمام. تفضل تعصرها، وتجيب حجر صغير معاها، وتحك الايه، الحجر الصغير بالايه، بالحجر اللي هو الاصلي اللي موجود. وتخلي الطفل بعد كده طبعا ده بيتعمل لون مختلف والى اخره، فتخلي الطفل تجيب لسان الطفل يلمس الليمون اللي محطوط على الحجر.
فبالتالي يحس ان في طبعا شيء حمل قوي فيصرخ الطفل بصوت عالي. فلما يصرخ بصوت عالي يحصل ايه؟ يقول لك اه خلاص ده كده المعجزه اتحققت. فده كان من ضمن برضو اللي شيء حدث برضو اللي بيحكيه. بيقول لك حتى ان بيقول لك كان في طبق كان موجود كده، طبق من العقيق كده، كان حاجه فخمه يعني. تمام. وان الطبق ده كان مهدى من احد ملوك الروم لمنصور قلاوون او ابنه. هو محفوظ في لجنه حفظ الاثار العربيه. وكان الطبق ده بيقول لك ممكن يكون الستات بيستغلوه لما كانوا بينطوا، وممكن كمان اللي ده كان بيتعصر فيه الليمون، يعني ده او ده. فانا حبيت احكي لكم الحاجات اللي كانت بتحصل، ان خلاص الدنيا ما بتبقاش على حالها، والتغيرات اللي حصلت في المكان هنا. طيب تعالوا بقى نكمل عشان نبتدي نخش على المدرسة. لان انا كده قلت لكم اغلب اللي في القبة، او بشكل واضح. تمام. طبعا ده النموذج طبعا اللي بيوضح لنا بقى المكان كله بقى بالمجموعة بتاعته الكاملة المتكاملة. تمام. وده هنتكلم فيه اكتر، وهنخش الحتة بتاعت البيمارستان، وهنشوف البيمارستان بشكل واضح. طيب تعالوا نشوف المدرسة بتاعته عاملة ازاي بكل بساطة. احنا داخلين ناحية المدرسة. تمام. طبعا احنا اتكلمنا على المدرسة قبل كده، واتكلمنا عن النظام قبل كده في مدرسة السلطان حسن، وشرحنا باستفاضة يعني، او بشكل فيه معلومات كويسة، مش عايزين نكرر معلومات تاني. بس عايز اقول لكم حاجة مهمة، ان طبعا ان مش شرط يكون عدد. طبعا المدرسة دي من 4 ايوانات، وانا قلت لكم يعني ايه ايوان والكلام ده. وهنا بيبقى بس عشان الدنيا فيها شمس قوي، فهنا كان في النافورة والفسقية اللي بتعمل تلطيف للمكان. وان الفناء طبعا فناء فيه رمزية مهمة منه للسماء والارتباط بالسماء وهكذا. تمام. الكلام ده كلنا اتكلمنا عليه. طيب عايز اقول لكم ان طبعا المدرسه هنا 4 ايوانات. الايوان القبله اللي انا واقف فيه وده اكبرهم، وايوان على اليمين الحته دي الصغير، وايوان على الشمال وده متغير واقول لكم ليه، والايوان اللي في وشي. تمام. طيب مش شرط اني يبقى المدرسة 4 ايوانات يبقى بتدرس 4 مذاهب يعني. طبعا هنا المدرسة بتدرس 4 مذاهب عادي، لكن مش شرط لما تلاقوا 4 ايوانات، لما يقول لك 4 ايوانات يبقى اكيد المدرسة بتدرس 4 مذاهب. لا، ده ممكن يبقى مدرسة اصلا 4 ايوانات بتدرس مذهبين بس. تمام. ممكن مدرسة ايوانين وتدرس مذهب واحد. ممكن مدرسة بايوان واحد بس وتدرس مذهب. فبالتالي طب بتعرف الكلام ده منين؟ بانه حاجة اسمها وثيقة الوقف. ده على حسب نظر الوقف لما بيقرر، فبيبقى في حاجة اسمها وثيقة الوقف. تمام. اللي موجودة ايه الوقف ده اصلا؟ الوقف ده بمعنى لغوي بمعنى المنع او الحبس، يعني منع منعا او حبس حبسا، يعني وهب الارض دي او الشيء ده في سبيل الله. تمام. يعني الشيء ده وهبه او منع، او يعني اداه لسبيل الله. تمام. وان الوقف ده كان المماليك بيكتروا منه كتير، ليه؟ لانهم طبعا هم كانوا مختلفين عن الشعب المصري، فبالتالي عايزين يتقربوا من الشعب اكتر، عايزين يبقى ليهم حاجة اسمها، كان في برضو من ضمن مفهوم المماليك حاجة اسمها أعمال البر والإحسان. ده شرط أساسي، هما لازم يعملوا الحاجات دي، أعمال البر والإحسان بكثرة، عشان السيرة بتاعتهم وتقربهم من الشعب والتودد للشعب. فكان يعمل لك الوقف ده ان مثلا ان في مثلا ارض خاصه بالسلطان، ان مش عارف في ايه وايه وايه، الفلوس بتاعتها او اللي بيجي منها يخش للمنشأة دي، يخش سواء للمدرسة، يخش للبيمارستان، يخش الى اخره. تمام. فالناس بتيجي هنا بقى بالمجان، محدش بيدفع حاجة. وزي ما قلت لكم بيجي مجانا ويعمل كل حاجة مجانا وهو الى اخره. تمام. فهو ده الوقف اللي هو بيوهبه لله بمعنى بسيط. تمام. وطبعا ليه تفاسير كتير، لدرجة بيقولك إن الوقف ده أصلا ما كانش بيخش في الضرائب أو الخراج، فبالتالي يعتبر كان زكاة أو صدقة. فبالتالي كان الناس تحب يعني الناس الغنية أو الناس اللي كذا تعمل الوقف ده عشان تهبوا للفقراء والمساكين وحتى المجاهدين فإلى آخره. وكمان عشان السلاطين الملوك يضمنوا إن أرضهم بتبقى في حوزتهم هما، وتبقى لأولادهم. أما يقولك دي الوقف دي الأرض فلان، فخلاص انت ما تقدرش تقرب منها، لان الوقف بتاعها بيخش للفقراء والمساكين. فانت لو اتعديت عليها كانك بتتعدى على مال الفقراء والمساكين. فده ببساطه يعني الوقف بتاعها. تمام. طيب يبقى شرط زي ما قلت لكم المدرسه مش هنا 4 مذاهب، بس مش شرط طبعا لما 4 ايوانات يبقى 4 مذاهب، يعني مش قايم على فكره وجود عدد الايوانات.
تمام. طيب احنا قلنا ان هنلاقي الايوان ده ايوان مختلف شويه. ليه؟ لان الايوان ده من تجديدات عبد الرحمن كتكوده. تمام. يعني الايوان ده هتلاقوه مختلف لانه من التجديد بتاع عبد الرحمن كتكوت، عشان كده هتلاقوه ايه مختلف خالص عن الايوانات التانية. طبعا احنا هنا في ايوان القبله، وعايز بس اقول لكم حاجه في ايوان القبله مهمه، ان هو هنا عامل ايوان القبله هنا متاثر بالطراز البازلتي، او واخد تاثير الطراز البازلتي. تمام. اللي هو ايه؟ اللي هو في الكنائس احنا عندنا الكنائس واتكلمنا عنها قبل كده في الكنيسه المعلقه، ان او في بعض الكنائس، ان في كنيسه بسرجه ان كان في من ضمن الطراز الموجود او النوع اللي هو الطراز البازلتي. طب ايه هو عمله في المدرسه؟ عمله هنا في اكوان القبله، اللي هو مساحة مستطيلية. تمام. المساحة المستطيلية دي اهي كبيرة. تمام. بتنقسم لصفين من الأعمدة أو صفين من الأعمدة أهو، وأهي صفين وصفين. تمام. الصفين من الأعمدة دي بتنقسم لثلاث أقسام، أكبرها أوسطها. أكبرها اللي إيه؟ الجزء اللي إيه؟ اللي هو اللي في إيه؟ في النص ده. فهو ده التأثير اللي موجود. تمام. فدي حاجة برضو مختلفة. طيب لو قربنا برضو هنلاقي ان المحراب هنا برضو تحس ان هو ما اداهوش اهتمام قوي. يعني المحراب بتاع المدرسة هنا ما اداهوش الاهتمام الكبير يعني. تمام. فبتلاقي برضو الزخارف بتاعته قليلة، عكس طبعا المحراب بتاع الايه القبة بتاعته. طيب هنلاقي ان هنا المنبر اصلا من عمل واحد اسمه ازبك اللي هو بتاع الازبكية، اللي ليه حاجة الازبكية اللي هو ده امير ازبك. فهو اللي عمل المنبر ده او حط المنبر هنا، لأنه المكان يعني أصبح بقى يقام فيه خطبة بعد كده. تمام. لكن هو ما كانش جامع، يعني هو المكان أصبح يقام فيه خطبة بعد كده. تمام. طيب تعالوا بقى نبتدي إيه. احنا كده اتكلمنا على الشكل طبعا القبة المدرسة باختصار. طبعا احنا عارفين نظام المدارس بقى كان عامل ازاي، وبيدرسوا طبعا زي ما قلت لكم كل العلوم بكل بساطة. كل العلوم بيدرسوها في مع طبعا، والقنقاع حاجة تانية، واتكلمنا على الكلام ده. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه. تعالوا بقى نخش ونشوف الايه البيمارستان. يعني احنا عايزين مع بعض بقى نبتدي نتجه لايه للبيمارستان بقى، ونشوف بقى ايه اللي كان بيحصل وايه اللي حصل نتيجة بقى بعد كده قدام، وايه اللي خلى الحل يتغير بالشكل ده. تمام. طب تمام. احنا هنا فين؟ احنا هنا طبعا في الجزء الخاص بالجزء البيمارستاني اللي كان موجود، وانا هنا في القاع بقى في جزء من اصل الغرب الصغير، اللي هو القاع بتاعت السيدة ست الملك، اللي هي ابنة طبعا العزيز واخت الخليفة الحاكم بامر الله، واللي لم يتبقى منها سوى مفروض فيه لوح ذروان موجود، اللي هو مسؤول كان على تنظيف المية والسبيل ويوصل الاحواض وهكذا. تمام. هو ده اللي كان موجود في الحتة دي بتاعت قاعة ست الملك. تمام. طيب فلم يتبقى من سوى القاعة أو من سوى الجزء اللي خاص بالقصر الغربي الصغير، اللي هو الحتة دي. احنا لو خرجنا كده اوريكم حاجة، ان طبعا شايفين الناس دي اصلا المكان اللي بمارستان بعد كده اتقلب لايه؟ للمستشفى قلاوون الرمد بعد كده. تمام. طيب طب البيمارستان بقى للمنصور قلاوون، ايه حكايته وايه قصته؟ بصوا يا جماعة، هو قصة بناء البيمارستان هو في طبعا كذا كلام اتقال، بس القصة المشهورة أو المعروفة للبيمارستان، طبعا الجزء اللي أنا واقف فيه ده اللي هو البيمارستان، اللي هو كان البيمارستان واللي اتحول بعد كده للمستشفى قلاوون للرمد. تمام. طيب الجزء بتاع بنى البيمارستان ليه، أو إيه اللي خلاه يبني بيمارستان؟ اللي هو بكل بساطة اللي اتقال إن المنصور قلاوون كان في معركة في دمشق تبع السلطان بيبرس. تمام. واتصاب او كان او جاله مرض معرفش كان موجود، مش عارف جاله مرض القولون او حاجه زي كده، فتعالج في البيمارستان اللي اسمه في دمشق اسمه البيمارستان النوري، كان خاص بنور الدين، فكان اتسمى باسم البيمارستان النوري. فهو عجبه جدا البيمارستان، وكان فخم جدا في البيمارستان ده. فهو عهد ربنا وخد عهد وقال ولو انا وصلت للحكم الى اخره، انا هعمل بمارستان احسن من ده ب100 مره،
واقوى من ده، وبالفعل عمل الكلام ده وعمل لنا بمارستان جميل جدا في غايه الجمال، بس طبعا لم يتبقى منه حاجه سوى جزء من جزء القصر الغربي الصغير اللي انتوا شايفينه. تمام. فده الايه دي حاجه. طب في روايه تانية اتقالت، بس ده طبعا يعني انا حبيت اقولها لكم على سبيل بس المعرفه عشان لو سمعتوها، بس الكلام ده ما يصحش او مش صح. ان يقول لك ان المنصور قلاوون خلاه يبني البيمارستان بكل بساطه. ان حصل هو العوام او الناس العامه بدا يحصل نوع من المشاده، بدا يحصل اضطرابات وهو الى اخره، فبدا يقتل في الناس، ياخد الظالم مع المظلوم معرفش ايه. فبدا طبعا ان ايه، ان خلاص بقى ان يقتل ناس كتير، واستمر الكلام ده حوالي 3 ايام، يعني قعد حوالي 3 ايام يقتل في الناس. فحب يكفر بقى عن الكلام ده، فعمل الايه البيمارستان بتاعه. بس الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لان اصلا هو على الواجهه من بره او النقوش اللي بره كتبت ايه يعني، ودي واضحه اكتر او فيها الوضوح. وزي ما قلت لكم التقرب للمماليك هو اعمال البر والاحسان. يعني يقول لك انشات هذه القبه او القبه والمارستان والمدرسه والى اخره تقربا لله. يعني تقرب لايه؟ لله. تمام. طيب البيمارستان ببساطه احنا اتكلمنا عنه كتير، بس في المنصور قالوا حاجه مختلفه. اولا الميمارستان اللي انا قلتها لكم واقولها لكم تاني كلمه فارسيه تنقسم لمقطعين، اللي هو بيماري وستان. البيمارستان اللي هو اي دار المريض او بيت الايه المريض. طيب كان البيمارستان ده كان شامل تخصصات كتير مختلفة. يعني كانت الناس تعتقد أن البيمارستان تقتصر على كلمة المورستان اللي انحرفت بعد كده البيمارستان دي فالمورستان، فيقول لك دي أمراض عقلية. لا، ده كانت كل حاجة، جراحة، عظام، قسم الكحالين خاص بالعيون، قسم خاص بالنفسيين او المرضى النفسيين. تمام. فكان في اقسام كتيره جدا موجوده، والجراحه الى اخره. مش بس كده، كان في المنصور قانون كان في مكتبه، لان اصلا كان بيجي حوالي طلاب كانوا بيتعلموا في المكان ده. يعني كان يجي الطلاب زي بتوع كليه الطب بياخدوا عملي، فكانوا يجوا هنا الطلاب يتعلموا في البيمارستان. كان في الدكتور يجي لهم ويعلمهم وايه ويشوفوا ويعرفوا. وكان في مكتبه ليها امين مكتبه موجود، كان مسؤول عن الكتب الخاصة بالطب وإلى آخره. كان في مركز للمراقبة موجود في المكان في البيمارستان، عشان مثلا لو في أي حاجة موجودة. وكان البيمارستان أصلا بينقسم لجزئين، يعني جزء خاص بالرجالة وجزء خاص بالستات. تمام. وإن العلاج كان في البيمارستان أحيانا كان بيتم إزاي؟ يعني كان يا إما علاج خارجي يا إما علاج داخلي. إزاي؟ يعني علاج خارجي، واحد مثلا بيشتكي من شيء فراح للدكتور، فالدكتور قال له بكل بساطة انت مش محتاج تتحجز في البيمارستان، فبكل بساطة احنا بنكتب لك على علاج، فبتروح تصرفه منين؟ طبعا كل ده مجانا، ما بيدفعش حاجة، محدش بيدفع حاجة خالص. تمام، مش تبقوا عارفين كل ده مجانا. فبيروح يصرفه فين؟ بيروح يصرفه من حاجة اسمها او حتة اسمها صيدلية. الصيدلية دي اسمها ايه بقى؟ اسمها شراب خان. شراب خان، اي اللي هي دار الشراب. دار الشراب اللي هو الصيدليه اللي كان بيبقى فيها العقاقير او الادويه. تمام، اسمها ايه؟ شرابه خان. تمام. فكان ياخد الدواء من هناك. وكان ان كبير الصيدليه اللي مسؤول على الصيدليات كان اسمه شيخ كبير الصيدليه، يعني هو كان الكبير. وكان الرئيس الصيدليه او صاحب الصيدليه كان يتقال عليه اسم، اقول لكم اسم فارسي. عارفين كلمه محتار؟ شيلوا الحاء حطوا هه يبقى محتار، اللي هو كان رئيس الصيدلية أو صاحب صيدلية بالمعنى العام. فكان في العلاج الخارجي يعمل إيه؟ الدكتور يقول له أنت كويس خلاص اصرف العلاج، ياخده مجانا طبعا، يمشي يروح البيت ويبقى فيه متابعة. في الداخلي لا، الداخلي بقى كان بيتحجز في البيمارستان، وكان العلاج مجانا وكل شيء مجانا. تمام. فكان كل حاجة مجانا. لدرجة طبعا كان بقى في ان زي ما قلت لكم رجالة وستات كل حاجة مقسومة. ان كل مريض كان عليه اتنين بيخدموه، اتنين موجودين بيخدموه. كان الفرش يتغير كل مرة، نظافة المكان، نظافة الأوض كل مرة كانت تتغير. بتاع ده كان المكان بيتبخر بالبخور، يعني كل مرة برضو يتبخر بالبخور. وكان المرضى يجيبوهم يقعدوا في الفناء. طبعا البرمستان ده كان اوض كتير طبعا، فيجي يقعدوا في القاعة في الفناء هنا. تمام. ليه بقى يقعدوا هنا؟ علشان طبعا انا قلت لكم ان الفناء او الصحن نفسه بيلعب دور، حتى مش في المساجد، حتى في
في الناحية برضو المختلفة في المنشآت المختلفة. فبيلعب دور برضو ان الفناء ليه عوامل كتير جدا منها الناحية الصحية والنفسية. ان الناحية الصحية بيعمل ايه؟ ان الشمس ما بتخش ودرجات وفي الشمس نفسها بتقضي على اي شيء فاسد، دي حاجة تانية ان الاضاءة بتلعب نوع من زيادة انتباه الشخص، ومن ازدياد درجة التشافي ليه، الشفاء. لان طبعا الاضاءات المختلفة هو الى اخره، واختلاف يعني درجة الظل نفسها فيها نوع مختلف من الشفاء. فكان برضو الفناء شيء مهم. من الناحية النفسية ان التأمل في السماء نفسه برضو بيأدي، والتأمل في الطبيعة بيحسن من الناحية النفسية. فطبعا كانوا يخلوهم ايه، يقعدوا في الفناء من بره. تمام. وحتى بيقول لك ان كان في المنصور قلاوون احيانا ان كان لكل مريض كان بيديله النار، يعني يوميا، او ممكن يعني كان ممكن يحصل ممكن لا، كان يديله نار كل مره. وان بيقول لك ان كان بيحصل ان كانوا مثلا المصابين بالارق، عندهم الارق اللي هم ما بيناموش، كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يسمعوهم يا اما موسيقى هاديه عشان يقدروا يروحوا في النوم، يا اما كانوا بيجيبوا لهم واحد اسمه القصاص. القصاص ده كان بيفضل يحكي، بيديلهم حواديت، يفضل يحكي ليهم احداث بقى وحاجات وهو الى اخره عشان يقدروا يروحوا في النوم. وكان كمان عشان يخفف على المرضى كان كانوا يسمعوا الأذان كل شوية في أوقات معينة غير أوقات الصلاة طبعا، عشان يقدروا برضو يخفف على المرضى ويطمنهم دايما. وكان في موسيقى وغناء، يعني كان في موسيقى وغناء بيتم في المكان برضو للتخفيف والترويج على المرضى. شوفوا الجمال. وكان بيحصل ايه طبعا، غير طبعا قراءة القرآن الكريم، ده شيء أساسي، يعني قراءة القرآن الكريم ده شيء أساسي طبعا. وكان طبعا بيتم ان بيقولك ان ساعات المرضى اللي بيتعافوا او خلاص نسبة التعافي بتاعتهم وصلت لدرجة كويسة، احيانا كانوا يجيبوهم يقعدوهم، بيبقى كان في بيتم في المكان زي مسرحيات او روايات مضحكة مثلا بيمثلوا. فكان في روايات مضحكة مثلا بتخلي طبعا برضو تخفف على المرضى او تحسن من درجة التعافي اللي كان موجود. وكان كمان مش بس كده، كان بيقولك ان المريض اللي بيتعافى خالص بقى ويجي يخرج من بيمارستان يعمل له ايه؟ يقولك بديله 5 قطع ذهبية عشان ما يلجأش اللي هو يروح بعد كده لمكان تاني، يعني او يبتدي يحتك بالحياة على طول فيصاب مرة تانية، لا. فما يديله 5 قطع ذهبية دي بحيث ايه؟ يعني يخفف عنه العبء اكتر وعبء الحياة. ما هو الراجل المريض قاعد اكيد فقد وظيفته، اكيد تعطل حياته، فبعوضه. شايفين التعويض كان بيحصل في ايه؟ فكان بيتعوض بحاجات كتير. فكان العلاج بالموسيقى والأغاني وسماع القرآن والأذان والأقسام اللي موجود، كل ده كان في المنصور قلاوون. بيقولك احتمال كان يبقى كان فيه 100 سرير موجود، بس هو أكيد كان فيه أكتر من كده في المكان ده. طيب، طبعا الحال ما بيفضلش على حاله، يعني حاجة كبيرة، كانت كبيرة جدا. جه ناصر محمد طور عمل، آه وجي ناس كتير جدا طوروا وعملوا. تمام. طيب، لكن بعد كده أيام الحملة الفرنسية، وعلماء الحملة الفرنسية ما كانوا بيكتبوا في كتاب وصف مصر، واللي جم زاروا قال لك أروح أزور البيمارستان. زاروا البيمارستان، يعني كانوا بيحكوا فيه وبيتغنوا بيه. لكن بعد كده بسبب الظلم اللي حدث من الأتراك والمماليك والخناقات والدوشة، وانتوا عارفين الفترة دي كانت صراعات وحروب وحاجات كتير جدا. تمام. قال لك ايه حدث اللي حصل بقى؟ بيقولك ان اصلا اصبح البيمارستان ده بقى ملهوش جوانب، يعني ملهوش حتت تغطيه، يعني تحس لو مفتوح كده كأنه على الشارع. تمام. لدرجة بيقولك إن المرضى كانوا بيقعدوا على الأرض، ولا في سراير ولا في أثاث يقعدوا عليه أصلا. تمام. دي حاجة. بيقولك إن حتى إن طبعا أصبح في إن موجود في قسم للمجانين، وإن المجانين اللي موجودين أصلا قافلين عليهم، حابسينهم الرجالة وستات. الرجالة طبعا في جزء والستات في جزء. الرجالة كانوا حاطينهم مقيدينهم بالسلاسل رقبتهم وإيديهم، والشبابيك كشبابيك حديد مقفول عليهم تماما. تمام. والستات بس الستات مش محطوطين لازقين في الحيطة بقى بالسلاسل، لا، مجرد ايديهم بس متأيدة. تمام. لدرجة إن في ناس أصلا كانوا يشكوا إن هما مش مجانين، بس متاخدين ظلم في يعني كان بيحصل حاجات غريبة رهيبة في المكان. تمام. ده اللي حصل برضو، يعني قالك شفت أمراض كتير جدا، شفت ناس كتير، حالات كتير جدا. لدرجة إن قالك إن كانوا بياكلوا بقى إيه، يعني أيام المنصور قلاوون كان المريض ياكل فروجة، يعني فرخة كده وعيش وأكل كده يرم عظمه.
شوف بقى ايام الاتراك والمماليك والخناقات دي، وكان بياكل ايه؟ بياكل رز وعدس وعيش ورغيف خبز، يعني رغيف عيش ورز وعدس كل مرة. مفيش لحوم ولا في الكلام ده خالص. تمام. حتى بقى مفيش اهتمام بالمرضى، بقى مفيش حتى الناس اللي مقيمين للمرضى اللي هم يخدموهم، مفيش الكلام ده. الدنيا خالص اختلفت. جه ايام الخديوي اسماعيل لما الدنيا ها شوية، نقل المجانين في حتة تانية خالص، في ورشة في بولاق ملهاش علاقة أصلا بفكرة البتاع. بس هو بعد كده بنى لهم مستشفى العباسية بعد كده قدام. والبيمارسان بدأ يخليه لكافة الأمراض، يعني بدل ما كان أصبح في الفترة بتاعت الحملة دي كان للمجانين بس، يعني ما كانش فيه أمراض كتير، كانت وقف خالص لدرجة الناس كانت خدته قاعات لاستغلال لأماكن تانية. تمام. بعد كده، لكن بعد كده أيام الخديوي إسماعيل بدأ يرجع الإيه، بقى يبقى يشمل تخصصات كتير لحد لما جه الدكتور حسين عوف بيك. تمام. وده كان راجل يعني متطور جدا في الطب، اتعلم طب بره بالعلم الحديث. كان في فترة 1900 وحاجة، 1912 أو 13 على ما أعتقد، يعني في الفترة دي كده. تمام. طبعا يعني ده قدام طبعا. بعد كده الدكتور حسين بك كان أصلا دكتور للعيون، يعني دكتور خاص للعيون، الكحالين العيون. فبالتالي هو عمل ايه؟ هو يعني بعد كده المكان ده قدام خلاه مقتصر على العيون. عشان كده تلاقوا المكان بعد كده اتحول مستشفى قلاوون للرمد. تمام، ده بكل بساطة. فشوفوا بقى كان حصل ايه، كان زمان ايه وبقى ايه. تمام. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.